حبايبنا أصدقائنا متابعينا ومشاهدي قناة العراقية، السلام عليكم والأمن والأمان ورحمة الله وبركاته. بكم يتجدد اللقاء في هذه الحلقة من برنامج شباب العراقي، أني وأصدقائي ضحى وحسن. مساء الخير. مساء الخير زيودي. كل مرة تبدي صفنة طويلة. اي تبدي من يوم ضحى هسه من يمي. مساء الخير عليك وعلى ضحى وعلى مشاهدينا الكرام. بالنسبة للبانوراما والمعلومات، اليوم عندنا قصة تاريخية حلوة راح نكملها بعد الفقرات ان شاء الله. ضحى مساء الخير. مساء الخير عليك يا زيد وعلى حسن، ومساء الخير على كل من يتابعنا. مساءكم خير ومودة ومحبة. راح نكون وياكم اليوم أني والزملاء، وأني راح أكون وياكم في كوفي شوب، وبقية الفقرات أكيد ويا الزملاء. أكيد راح نروح الكوفي شوب وبانوراما المعلومات. خلينا نشوف هذه الأغنية ومن بعدها رأي. جدايل نور بيهم حياة الدور، بيهم جدايل نور بيهم حياة الدور. مهما سقينا أحلامهم نلقى بشجر أيامهم، مهما سقينا أحلامهم نلقى بشجر أيامهم. وحشة غصن مكسور بيهم جدايل نور. شباكهم عالفرح رغم الألم مفتوح، وأحلامهم تبتدي تنتهي بشاطر روح. شباكهم عالفرح رغم الألم مفتوح، وأحلامهم تبتدي وتنتهي بشاطر روح. كل ما نصافح ايدهم نلمس ملامح عيدهم، كل ما نصافح ايدهم نلمس ملامح عيدهم. كرسي وحلم مبتور بيهم جدايل نور.
سمعتوا هذه الأغنية جدايل نور، وتحياتنا للصوت الجميل ياسر الماجد. خلينا نروح إلى فقرة كوفي شوب ويا ضحاوي، وضيفه راح يحدثنا أكثر عن هذه والله يا الأغنية. زيد هذه الأغنية وجعت لي قلبي شوية. طبعا هذه الأغنية من كلمات عامر عاصي وألحان علي القاسم وإخراج علي سعد، ومثل ما ذكرت غناء ياسر ماجد. قائد هذا العمل راح يكون وياي اليوم ضيف في برنامج شباب عراقي، المخرج وزميلنا علي سعد. مساء الخير عليك ونورتنا. مساء النور عليكم، وشرفني ويسعدني أكون معكم بهذا البرنامج الراقي. طبعا يا علي نهنيكم على نجاح هذه الأغنية، أغنية مؤثرة جدا، كلمات لحن وحتى العمل، لكن لو تحدثنا شوي عن تفاصيلها. بالبداية هي أغنية تابعة لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا حاولنا أن نسوي شيء مختلف يعني من خلال الإخراج، يعني ما أتوقع أكو شيء مثلا للاحتياجات الخاصة مشتغلين هيك مثلا سريالية أو على مسرح أو في شيء دراما يعني. فاختاريت أنه فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تحلم أن تكون هي راقصة باليه، فهذا الموضوع اللي شفتوه كان مجرد حلم يعني إلها يعني من هذه الطريقة، فحبيت أوصل فكرة أنه هذا الحلم. بالنسبة للعازف اللي موجود كان هو الأستاذ المايسترو كريم وصفي، يعني هو الألم اللي موجود بداخلها. يعني البنت اللي كانت موجودة بالصورة هي بالفعل من ذوي احتياجات خاصة؟ لا بصراحة كان مجرد تصوير، لأن البنية كانت يعني موديل ممثلة. نعم. يعني تقدر تأدي الشيء اللي أريده من أطلبه من عندها، بس لما قلت أخاف أروح مثلا لذوي الاحتياجات الخاصة، أخاف ما ألقى الشيء اللي يتحقق من اللي أطلبه من عندها، لا أكثر ولا أقل. عاشت إيدك وإيدك والله، عاشت إيدك. شكرا جزيلا. وطبعا ما ننسى انه نذكر انه هذا العمل من انتاج شبكة الإعلام العراقي. إنتاج شبكة الإعلام والفكرة العراقي. فكرة منو؟ فكرة الإخراج، فكرة الإخراج فكرتي. فكرتك. أي بس الكلمات الأستاذ عامر عاصي، ألحان وتوزيع علي القاسم. فكرتك يعني هذه الفكرة شلون اجتك؟ بصراحة الأغنية صار لها سنة من سجلناها بالأوديو. أول ما سمعت اللحن جت الفكرة ببالي إنه يصير الموضوع حلو وهاي، فأخذتها سحبتها الأغنية، حتى ما انعرضت يعني بالقسم الموسيقى، مجرد يعني بس نزلناها بالقسم تابع القسم، بس ما انعرضت بالجو كأوديو أو إذاعة أو شيء. فصار موضوع تدرين يعني كتبنا ميزانية إنه كان المفروض تصويرها يصير ب4 لوكيشنات حتى خارج القطر، يعني المفروض شتنا وأصورها، والمطرب كان موجود. بس صار موضوع التقشف اللي موجود بالدار وبالعراق كله، فقللت من ميزانية الأغنية، صارت تكاليفها بسيطة جدا، وصورتها في المسرح الوطني. شكرا تقدير لهم طبعا. طبعا واحنا نشكركم على هذا العمل، لكن لو تحدثني عن ردود الأفعال والتأثير هذه الأغنية على هذه الشريحة المقصودة بهذه العمل. بصراحة اتصلوا بي يعني بالفيس، هم جدا فرحانين بالموضوع، يعني ما حد ذاكرهم بهيش طريقة. صح. اكو فئة شوية زعلت بصراحة لأن ما فهموا الفكرة. عبالهم انه مثلا انا اقصد غير شيء هاي، بس لما فهمتهم الفكرة انه موضوع حلم، وموضوع انه هاي الفتاة كانت تحلم ان تكون راقصة باليه، مو شرط انه هو تكون راقصة باليه، مثلا ذوي احتياجات خاصة جزء كان يتمنى يكون لاعب كرة قدم او لاعب اي شيء مثلا، او هي نموذج يعني اخذته كفكرة يعني قدمتها، بس يعني انه اكو حلم. انه هو حلم او امنية يقدر يحققها. ما تقدر انت تجمع كل الاحلام في تصوير طبعا، لا. فيعني اقتبست من حلم واحد لفتاة، قريب لفتاة بالضبط، فهو حلم. بس اعتقد انه ترجمته واضحه يعني، وانت كنت كفو في اي، بس تدري مو كل الناس الرساله يعني. بالضبط، مو كل الناس ذو اختصاص فيفتهموها فعلا. اي، وانا المخرج انه رسالته تكون يعني انا بصراحه فرحت انه ما حد افتهمها بالبدايه. حسيت انه اكو سرياليه بالموضوع، سرياليه، وكل من يفتهمها على رؤيته يعني. احسنت. يعني هو لما قالوا لي انه احنا شنو قصدك بالتشيلو، شنو قصدك بالحلم، شنو قصدك بالفتاه الهاي، يعني حسيت انه الاغنيه نجحت. حلو. ففهمتهم كل شخص اللي طيب يعني بودك او اكو فكره باعاده التجربه مع فئه اخرى؟ والله اذا اكو امكانيه نشتغل احلى واحلى ان شاء الله، بس تدرين انت الموضوع محتاج ماده يعني هذا الموضوع ترى ما كلف شيء بسيط. المهم الفكره تكون موجوده، اذا الفكره مثلا انه تكون اغنيه للايتام او لكذا او لكذا، مثل ما هذه لذوي الاحتياجات الخاصه. صح. مسنين ايضا حقهم علينا. طبعا انا مفكر بكل هاي المواضيع. بالمناسبه انا يمكن اذا متابعين اعمالي القديمه اشتغلت عن الاخوان المسيحيين اللي هي اغنيه انشوده ايات رنيله، هم كان ما حد مشتغل عليها، رحت لعده كنائس في وقتها، كان اكو معارضه من الكنائس وهاي، فاشتغلتها والحمد لله موجوده في شبكه الاعلام، هم تابعه
بقسم الموسيقى. طيب علي، احنا نعرف انه المخرج هو سيد العمل. نعم. من حق المخرج في مثل هذه الاعمال انه يتدخل باللحن او بالكلمات؟ طبعا باللحن والكلمات اذا قبل تسجيلها مثلا. يعني من حقه ينطي ملاحظاته طبعا للكاتب اذا كان مثلا صدحه مثلا جتي كلمات بعدها ما ملحنه، يقولون لو هنا مثلا فلان كلمه احسن، هي اراء ما بها اشكال. وعادي يتقبل او ما يتقبل او يقول لك لا هنا او يقنعك ما في مشكله، بس اذا الاغنيه مثلا كملت وهم حددوا مخرج مثلا اتصلوا مخرج قالوا بدك تشتغل لنا هذا العمل، ما اتوقع يعني يقدر يغير شيء لان هم مختارين. طيب الصعوبات اللي واجهتوها بهذا العمل شنو هي؟ هو ماكو عمل ما به صعوبات طبعا، بس بهذا العمل الحمد لله والشكر، لان قلت كان لوكيشن عندي واحد بس والباقي كله جرافيك، اكو اشياء جرافيك صارت، فما واجهتني يعني صعوبات قويه. يعني رغم الامكانيات البسيطه بهذا العمل لكن وصل بشكل كبير. الصعوبه اللي واجهتني شلون يعني اتواعد ويا الاشخاص اللي موجودين، لان الفتاه اللي موجوده كانت بلقيس من امريكا، هي عراقيه ساكنه بامريكا ووالدها موجود هنا، فكانت صدفه انه هي جايه وتعرفت عليهم عن طريق الصدفه بصراحه. تحياتي لها. واستاذ كريم تعرفين يعني هم من فتره يسافر فتره يرجع، فلما اتصلت بي قال لي انا موجود، اتصلت بالهاي هم زين موجود، فالموديل اختارينا موديل يعني سهلت الامور. سهلت الامور. هو قلت صار سنه يعني احنا نفكر نصورها وتصير عرقله. وفكره التصوير موجوده من سنه او استحدثت؟ من سنه بالضبط اي موجوده. والمطرب اللي هو عاقل يعني مسافر، لان المطرب كان مسافر للنرويج اللي هو ياسر الماجد، تحياتنا الى المبدع، وحاليا في فرنسا فما قدر يجي، فصار التصوير بدون المطرب، والبارحه هو اللي شاف يعني. طيب علي، نريد نسمع كلمه اخيره من عندك عن الاغنيه او عن اعمالك، وطبعا احنا دا نشوف الاغنيه بالبلازما هياتها موجوده. نعم. هذا العمل الجميل، نريد نسمع منك انه انطينا امل انه اكو اعمال مثل هذه ان شاء الله. لا ان شاء الله، انا بالنسبه لي ما اتوقف، يعني يمكن يدرون الزملاء بالعراق يعني انا ابن العراقيه، يعني شكو شيء جديد ان شاء الله انا ما اقصر به. لا اكو شغله مهمه انه احنا بحاجه الى اغاني من هذا النوع. نعم. يعني اكو فئات بالمجتمع هوايه حقهم علينا، يمكن أكيد. الفن او الاغاني ما تطرقت لهم، فاحنا بحاجه الى هذه. انا انوه لك من هذا البرنامج انه اكو اغنيه للايتام ان شاء الله. ان شاء الله كتابتها ما تزال هم الاستاذ عمرو عاصي، وان شاء الله يصير في اشياء المسنين ما ننساهم. مخرجنا اذا تسمح لي ضحاوي، انا يعني تعرف خابرونا عليك وهوايه كويس نظام لك اياها، بس لو الاغنيه شفعت الحمد لله والشكر. بس اقول لك يعني ابارك لك على هذا العمل، عاشت ايدك، واعتقد انه ما راح يعيقك المال، لانه تقدر تصنع من هذا المال البسيط اللي هو يعني ما يغطي ميزانيه اغنيه كامله، صنعت هذا العمل الرائع. كمل مشوارك حلو، عاشت ايدك. الله يخليكم واشكركم. اذا تسمح لي ضحى وزيودي، طبعا تحياتنا بالتاكيد للشاعر عامر عاصي على الكلمات الجميله، بس واكيد ما ننسى الملحن ولا ننسى كل فريق العمل اللي اشتغلوا. بس انا اكو لقطه شدت انتباهي جدا، لقطه اتصال الحلم بالواقع اللي جسدتها راقصه الباليه مع هي نفسها صاحبه اللي هي كان سرير وبقت بالسرير يعني وقامت نعم كروح يعني. نعم. فانا قصدي انه بامكاننا نخلي الواقع يتصل بالحلم. اكيد اذا اردنا نحقق هذا الشيء اكيد نقدر نسوي. تعرف احد العلماء يقول الواقع اذا كان عندك حلم صعب المنال وما قدرت تحققه، جزئه الى اجزاء بسيطه يعني مراحل بالضبط. مراحل صح. فجزء الحلم مالتك عسى ان تحقق كل حلمك ان شاء الله. بالمناسبه الاغنيه من مونتاج يونس نعم. لطيف، يعني مو من ضمن الشبكه، الولد انعجب بالعمل وحب يشتغلها. عافية علي، تحياتي. والجرافيك حسن العبودي ما انساهم، واعذروني اذا نسيت شخص يعني بالاغنيه. ان شاء الله اخواني ما يعزلون عليه. زميلنا علي سعد، احنا نشكرك ونتمنى لك التوفيق باعمال اخرى، واحنا ننتظرك باعمال اخرى. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وان شاء الله كنا خفيفين الظل عليك. بالعكس انا فرحان وسعيد كلش. احنا اللي سعيدين بيك. ارجع لك يا زيد حتى نكمل. بس اريد اسالك عن اكو حديث شغل الشارع العراقي صار له فتره يعني بالاسابيع القريبه الماضيه. نعم. شو وقت تسافر، ليش ما تسافر، اكو تهريب، اكو هجره، اكو شنو رايك بهذا الموضوع؟ والله بصراحه يعني هذا الموضوع مؤلم، يعني لما اسمع انه شباب فكرت بعمر الورود. لا انا بالنسبه لي ما اقدر. بعيدا عن الارتباطات الزوجيه والعائليه، فكرت؟ لا بالك مشروع؟ لا ما فكرت بهذا الموضوع، لان بصراحه ما احب انزل يعني. احنا على قعدتنا ما راح ننطي راينا بهذا الموضوع، لانه نحتفظ بهذا الراي. صح. هذا لان انا بالنسبه لي رايي
بشكل بسيط انه هي هجره يعني شو يصير بيك هجره بهذا مؤقته البلد؟ جدا. بالضبط. مؤقته جدا. وانا اوعدك انه يعني جزء 3/4 اللي راحوا راح يرجعون. هاي الموضوع الثاني أي. شو يصير بيك انت بلدك هذا. نعم. شو يصير بيك يعني شلون عائلتك ووالدك يعني صار عندك شيء باهلك؟ تسمحوا لي انه اشارككم بالحديث انه اللي دا يصير هسه مثل اللي يترك بيته للسارق ويروح. صح. احسنت. يعني انت هي بالاول هواية تالي معاني. راح ترجع وحرام هواية عليك، يعني معاني. انت تارك بيتك وارضك وكل انتمائك لكل التفاصيل الموجوده وتترك الناس دخلاء علينا وتروح. يعني انا يوم من هواية الايام صعبة. قلت لاصدقائي قلت لهم اذا واحد بالبيت يختنق يضوج، اكو مسائل هواي بالحياه تدغث، تروح على حسن، تروح على ضحى وتخابر صديق، اخوان سولف له أصدقاء. تفضفض له. صح. هناك المن تفضفض، احتاجيت فلوس وانت بضيق، المن تروح المشايخ- جارك الواحد المشايخ خلي صديقك، يشوفه. المشايف يشوفه. انا اتمنى يمكن اللي هاجروا كلهم ما عندهم فكره عن الغربه ايش قد مؤلمه، لا ما راح يذوقوها وراح يرجعوا. نسوها. ان شاء الله، وهذا نسوها. بلدهم اكيد ان شاء الله يرجعوا له في يوم من ان الايام. شاء الله يرجعوا إن شاء لهم الله من عندنا نتمنى. وبينا. اذا مشاهدينا الكرام، عندنا تقرير مصطفى السعدي راح ياخذ استطلاع عن هذا الموضوع، خلينا نشوفه احنا وياكم وراجعين.